الجولة الثالثة من الدوري المصري. شهدت الجولة الثالثة أعلى معدل تهديفي. النادي الأهلي أقوى خط هجوم، 18 هدف في الشوط الأول، 13 هدف في الشوط الثاني، بمعدل 31 هدف في الجولة، 6 ركلات ترجيح، 4 بطاقات حمراء. فريقان شباك نظيفة، فيوتشر وبيراميدز. أكبر نتيجة زد والبلدية، 3 أهداف لكل فريق. تعرض فريق البنك الأهلي للهزيمة الثالثة على التوالي. أهداف حاسمة. أحرز مابولولو هدف للاتحاد في الدقيقة 99، وأحرز النجم شيكابالا هدف للزمالك في الدقيقة 90، وكان هدف الفوز على البنك الأهلي. وكانت نتيجة الجولة الثالثة كما يلي: التعادل الإيجابي بين زد وبلدية المحلة ب3 أهداف لكل فريق. فوز سموحة على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف. الاتحاد والجونة التعادل الإيجابي هدفين لكل فريق. فاركو يتعادل إيجابي مع سيراميكا بهدفين لكل فريق. المصري يفوز على الداخلية ب3 أهداف دون مقابل. فيوتشر يفوز على طلائع الجيش بهدفين للا شيء. الزمالك يفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف. بيراميدز يفوز على إنبي بهدف للا شيء. وختام الجولة بفوز مستحق للنادي الأهلي على النادي الإسماعيلي ب3 أهداف مقابل هدف.